يا مساء الفل. ازيكم حبايبي؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو جميل جدا. انا بعتبره برضو زكاة علم. عايزة اعلمكم النهارده ازاي تعملوا بيزنس يكون بسيط جدا، ومش محتاج تكلفة كتير، مش محتاج مهارة. حاجة كده يعني. اقول لكم ايه؟ بتتعمل بمنتهى السهولة. دلوقتي ممكن نعمل شنط قماش. أنا قبل كده قلت لكم أفكار كتير جدا على شنط القماش دي. ممكن نجيبها ونخيطها، سواء في البيت أو عند أي حد بيخيط. مش هتكون غالية. آه، نبعد شوية عن القماش الدك لأن هو كتر قوي وما بقاش ظريف يعني. خلينا في القماش نوعية اسمها جبردين أو جينز. أنا هنا عاملة قماش جبردين. مش هتلاقيه برضو غالي قوي. هنجيبه نفصله وهناخد الورق الحراري بتاعي، اللي انا بشجعه دلوقتي ومتحمسه له جدا، طبعا على القماش وعلى الاخشاب. هنحط، انا اخترت الموديل دي. شكلها كده زي مثلا افريكانو او فرعوني، يعني مايله افريكانو على فرعوني. حبيت ان انا احطها في المنتصف كده، حتى بقيس هنا بخلي الناحية اليمين قد الناحية الشمال. هنحط الورقة، اللي هي ورق الزبدة، عادي جدا زي ما بنعمل كل مرة. وبنكوي عليها، بنكويها كويس جدا بالضغط. وبعدين طبعا انا مش هجيب منطقة الكوي لان انا عملتها في الفيديو السابق، وهي يعني في منتهى السهولة. خلاص بنأكد عليها كلها وعلى الحروف كلها. الورق الحراري ده عندي أنا، هو الورق ده البراند بتاعي. أنا بختار لك الصور، أو أنت ممكن تقولي لي مثلا أنت بتفكري في إيه، وأنا أختار لك الصور اللي أنت عايزاها، أو تبعتي لي الصور اللي أنت عايزاها بطبعها لك. المقاس برضو اللي أنت عاوزاه. تواصلوا معايا للي عايز. تواصلوا معايا على الواتساب على رقمي. الرقم هحطه لكم، هثبته لكم في كومنت مثبت. خلاص. دلوقتي بتشيلي ورق الزبدة. هبدأ أشيل كمان. أنا هنا جربت الحرف وطلعت معايا. خلاص يبقى أنا اتأكدت كده إنها هتطلع. زي ما انتم شايفين في منتهى السهولة. بتتكوي وتتشال خالص، مفيش أي مشكلة. لما بتتشال بتبقى كأنها مطبوعة بالظبط على الشنطة. آه، جات لي فكرة بقى إن أنا بدل ما أحط الصورة كده وخلاص، وتبقى مثلا شكله يعني قماش وحطيت عليه صورة. لا، عايزة أعمل حاجة كده تبقى مثلا مبهرة شوية. هجسم الأكسسوارز بتاعتها، الحلقان، التاج اللي موجود، والكوليهات. زي ما بقول لكم كده، يعني هي الصورة والقماش واحد كأنها اتطبعت فيه بالظبط. اوكي. عندي شوية سترess موجودة. ابتديت ان انا بقى يعني اطلع الحاجات المركونة عندي. بواقي اكسسوارات، ستراس، فصوص، يعني حاجات كتير جدا كده. كان عندي كوليه كده مهمل، جبته وفصصته وكسرته. وابتديت ان انا يعني احط باللزق. عملته زي ما انتم شايفين كده، دي فصوص استراس باللون البيبي بلو او اللبني ده، والالوان الفوشيا والاورنج والذهبي والبيجات. يعني حبيت ان انا اعمل لها ايه، كوكتيل كده من الفصوص والاستراس، بحيث انها يبقى فيها حاجة فيها حياة. وتعالوا نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. كل ده اتفصص واتلزق. يا إما تلزقيه بحاجة اسمها 700، السوبر 700 أو 7000، سوري، سوبر 7000، أو في مادة لازقة أنبوب كده عند الموان. برضو بتجيبيها أو من عند أي مكتبة. آه، يعني حاجة زي الأوهو أو الأمير. يعني في حاجات كتير جدا. أنا هنا لسه بشوف ممكن أضيف الأزرق، لقيته طبعا هيكون مخالف أو مختلف شوية. فحبيت إن أنا يعني أخلي الموضوع أهدى
واجيب نفس درجات اللوحة اللي موجودة عندي. فلقيت بقى الفص الفيروزي ده او الفاروز، حبيت ان انا احطه هنا كده على التاج، وابدأ اجسم التاج بالفصوص الاستراس كلها. الفكرة دي يعني عجبتني شوية، حسيت انها مختلفة. هنا دلوقتي بعد ما جسمت الكوليه والتاج، تعالوا شوفوا بقى ادى قيمة او ادى قيمة كبيرة جدا للشنطة. شكلها بقى مختلف حلو جدا. انا ممكن اكمل الرسم للاخر، بس حبيت ان انا يعني اديكوا الفكرة بس انها تبقى حلوة جدا لو انتوا استخدمتوا هندية، افريكانو، الست الشعبية اللي هي ليها حلقان وليها برقع وليها اللي هو المنديل كده اللي فيه كوينز ده. ابدعوا بقى، فكروا مع نفسكم. انا اديتكم الفكرة هي بتاعت بيزنس جميل جدا. افتحوا صفحة بيعوا الشنط دي، هتبقى في منتهى الجمال، في اذواق كتير جدا. انا هنا لبستها بنتي طبعا، وقفتها كده وقلت لها عايزة اشوفها عليكي عاملة ازاي. فهي شكلها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. عجبت ناس كتير اول ما شافوها. ابدعوا بقى، هاتوا اي ستايل انتوا عايزينه وابدأوا اشتغلوا بيه. اللي عايز الورق الحراري يجي ينورني على الواتساب ويطلب اللي هو عايزه وابعته له لغاية البيت. ميرسي جدا، ويا رب الفكرة دي تكون عجبتكم، وتدعوا لي دعوة كويسة للي ينفذها، وتبقى باب رزق ليه ومشروع كويس. يدعي لي بقى دعوة حلوة. ممكن نعمل شنط، ممكن نعمل كوشن او كوشنز، ونحط عليها اي ستايل احنا عايزينه. استنوني بقى فيديو جديد بأفكار جديدة وأفكار حلوة جدا هتنفعكم، وبحتسبها عند ربنا زكاة علم. ميرسي قوي ونورتوني في القناة، وعايزاكم بقى تشيروا الفيديوهات دي على أوسع نطاق عشان انتوا كمان تاخدوا حسنات. ميرسي وباي باي.